محمد سليمان مدرب حراس المرمى بتاع الناشئين اللي كان شايل القطاع السنه دي، اخبارك وقول لنا اخبارك وقول لنا على طول. الاول متشكر طبعا ان انت على اهتمامك بالموضوع دوت. انا نفسي مش عارف لغايه دلوقتي ايه اللي بيحصل في نادي طنطا بصراحه يعني، بس اللي انا زعلان له ان نادي طنطا سمعته قدام الناس كلها وحشه، وشكلنا قدام الناس كلها مش مظبوط بسبب بعض اشخاص موجودين فيه. طبعا يعني حضرتك اول سنه كنت بتقول ان انا مش ابن طنطا ومش عارف انا اعتذرت لك وبعد كده وكل حاجه وخدت حقك تالت ومتلت مع اللي عملته مع حمدي واللي عملته في القطاع وهو فيلم خلص. طيب انا دلوقتي انا بتكلم ان انا السنه دي الحمد لله على مدى 9 شهور اللي اشتغلنا في النادي او 8 شهور انا اعتبر بنسبه 80% او 70% انا اللي شايل القطاع كله طول السنه. انا عارف ان انت اللي شايل القطاع وعارف لا في ناس ما تعرفش الكلام ده. ما انا اسمع انا بقول لك، انا اللي بقول بقى مش انت اللي بتقول، انا اللي بقول مش انت اللي بتقول. عارف ان انت شايل القطاع السني في حراس المرمى، وعارف ان انت بدايه فتره الاعداد مع المدربين كلهم، وعارف ان انت شلت فرق الكابتن السيد حمدي لما كان بيسافر السيد الاسراوي اللي كان بيسافر فيها. انت اللي كنت في الحج وفي العمره انت اللي كنت بتشيل دلوقتي. انا عارف، قول لي الاحداث الاخيره. الأحداث الأخيرة أنا فوجئت طبعا بعد الشغل ده كله والاجتهاد طول السنة، وطبعا تشجيع كابتن حمدي موسى ليا والكابتن محمد شوقي طول الموسم، إن أنا مكتوب فيها تقرير جميل جدا من الكابتن رضا سامي بيكاد يعني يكون مش عارف الراجل بيجيب حاجات ما بتحصلش يعني. الحمد لله أنا معروف عني إن أنا من أحد اللي مكتوب في التقرير من احد مميزات الناس كلها عارفاها ان الواحد الحمد لله رجليه مظبوطه، وان دايما بطالع وبجيب شغل جديد والكلام ده بطور من ادائي دايما. وده واضح ان انا مكتوب فيا تقرير من الكابتن رضا سامي. انا طبعا ما عرفتش ايه في التقرير الا من الكابتن رضا سامي، انا لقيته بيتصل انا عرفت ان انا بره النادي وخلاص، قلت ده امر ربنا وخلاص، والناس رضيت والناس يعني مثلا هم شافوا حد احسن مني وكده، وطبعا ادام في خير طنطا مفيش مشكله. لقيت الكابتن رضا سامي بيتصل بيا اول امبارح من يومين 3 بالظبط، بيقول لي انا ابني بقى عشان اخلص ضميري قدام ربنا انا عايز اقول لك على حاجه. انت زيدني وبتاع، قلت له طبعا كابتن انا ما كنتش اعرف بقى زيدني. فكتب بقى يقول لي انا كاتب في التقرير عنك ان انت مدرب متوسط المستوى او قليل، وكاتب مشاكلك، وكاتب ان انت مشاجرات مع اللعيبه، وكاتب ان انت بتتكلم مع اللعيبه وان اللعيبه ما بتحبكش، وان انت لا تريد التسديد على المرمى وفنياتك قليله، وان انت ما عندكش اي حاجه كمدرب حراس مرمى. قلت له طب انا جايب لك ازاي ما انت بتكتب الكلام ده؟ قال لي انا كتبت كده غصب عني بضغط من الكابتن زقط. الله، وانا مش عارف الكابتن زقط حددني بدماغه ليه، مع ان الحمد لله الواحد شغال والواحد عمل حراس مرمى ان انت يعني هو كتب الكلام ده بناء على الكابتن زقط، على ضغط من الكابتن زقط. يبقى اذا ان هو يدان هو الكابتن زقط ده. كمل كلامك طبعا كمل كلامك. فلقيت طبعا الكلام كده، فبقول له طب انت بتقول لي زي ابنك، طب انت ضمانك بانك تقول للناس قال انا عايز اعيش حياتي يا محمد، انا مش عايز مشاكل، انا عايز ابقى مشاكل، انا مش عارف ايه، وانا بقول لك انا غلطان، قلت لك انا مجاهد بالسكه. طب انا استفدت ايه؟ انت ايه التقرير اللي انت كاتبه؟ على النقيض طبعا الكابتن حمدي موسى الراجل المحترم معايا، لقيته كاتب ان انا مدرب كويس وانا مدرب ممتاز وان شغلي كويس وشايل القطاع، الحاجه الراجل ما بيتبلاش يعني. وبعدين الكابتن رضا كاتب في التقرير ان انا انطردت، هو عيب من مدرب انطرد؟ انا مثلا جيت انا انطردت بسبب تاريخ 17 سنه ان الحكام كانوا جايين على تاريخ 17 سنه، فانا غصب عني انا شوحت وشتمت غلطت، بس الحكم ما طردنيش ولا كتب فيها تقرير الا بناء على الكابتن محمد شباع ما كان قاعد في المدرجات وسمعني بعد المباراه، قام جاي راح قال للحكم هو الكابتن زقلط اكيد طبعا عشان هو ما يحبنيش وبيسبق، وبعت فاكس ان هي طنطا عشان يمشوني بالكلام ده. يعني الناس دي اصلا مدبراها يعني عشان امشي. الكابتن زقلط عايز يمشيني عشان يجيب الكابتن اشرف العشري، مع احترامي لشخص الكابتن اشرف العشري، بس هو انا لازم كابتن زقلط ان انا اروح اوديك بالعربيه واجيبك بالعربيه واعزمك في الوطنيه ومش عارف اجيب لك هدايا واجيب لك ايه عشان انت قلت لي لا طنطا؟ لا طنطا عمره ما كان كده. لا طنطا نادي محترم وليه كيان وليه رئيس نادي، وانا برضه معلش بالنسبه لحته رئيس النادي ليه استاذ زي راجل محترم جدا ومن الناس اللي الناس كلها بتشكر فيه، انا ما اتعاملتش معاه شخصيا. انا عايز اقول له بس يا استاذ انت طبعا راجل محترم والناس كلها بتشكر في حضرتك، بس رئيس الجمهوريه الناس انا واحد من الناس بحب رئيس الجمهوريه، بس اللي كان مبوظه واللي عمل الدنيا دي كلها بوظ الدنيا دي كلها اللي تحتيه. حضرتك اسال على الناس اللي تحتيه مسوقين سمعه نادي طنطا، مع احترامي طبعا استاذ محمد شوقي كابتن حمدي، الناس اللي له علاقه دي بس يعني، انما في ناس بقى زي الكابتن زلط وناس ليها تدخلات كده. كابتن رضا سامي، الكابتن رضا سامي راجل لعيب كوره وراجل كل ما يتكلم رمز من رموز النادي، حافظ على النادي وهات ناس مجتهده للنادي وناس شغاله للنادي. انا طبعا مش هقول لحضرتك انا استاذ سايز طبعا الناس كلها بتحب حضرتك وعارفه ان انت ما بتحبش الظلم، انا بقى على ظلم، انا مش اشطر من طنطا. انا عن نفسي انا الحمد لله
غير كده كويس قوي. بس انا بتكلم في نقطه ان انا ما اتعبش طول السنه واتبهدل واعمل شغل واعمل حراس مرمى. حضرتك شفت محمود حمدي حارس المرمى ماتش الزمالك ده اللي طنطا كان بيمشيه. بدايه المشاكل ان الكابتن عجيبه والكابتن لسه عايزين يمشوا محمود حمدي. محمود حمدي يكون هاي والدنيا كلها بتتكلم عليه وشايل القطاع كله السنه دي. سبب ان فريق 15 سنه ياخد مركز اول، وسبب ان فريق 16 سنه في سنه في الممتاز، ونجوم نجم الماتشات في كل في انبي وبتروجيت ووادي دجله وكل الفرق. وحضرتك شفت ماتش الزمالك والناس كلها شكرت فيه. يعني حاجات فريق اول وفريق اول وعنده 15 سنه والدنيا كلها بتتكلم عليه. وبعدين انا لو مدرب وحش الناس دي بتصبر عليها سنه بحاجه. وانا كنت هسيبك تكمل. انا يعني لما انا مدرب فيها كل الصفات دي ان انا اخلاقي وحشه. حسام غالي اللي انا اتخانقت معاه، حسام غالي حصل مشبه الملعب. بعد كده انا كمدرب انا خدت عقوبه ان انا اتخصم مني 200 جنيه. خلاص كده العقوبه خلصت صح. انا رحت للولد البيت واتاسفت له واعتذرت له وانت اخويا الصغير ويلا ركز في ملعبك. وبعد كده الولد ده التزم في التمرين وبقى دلوقتي الحمد لله فريق اول. ما يتحسبليش حاجه زي كده، ما يتحسبليش ان انا اي مشكله في قطاع الناشئين بالنسبه للفرق ان اللاعيبه المدربين المديرين الفنيين بيقولوا لي روح انت اللي تحل المشكله ديت. حصل المشاجره مثلا في الكابتن يعني الكابتن هنا عارف ان هو راجل لاعب روح يا محمد انا بتحبني. يوم ماتش المصري دوت لما الكابتن عجيبه الله يرحمه كابتن رضا سام وكابتن زورو اتفقوا عليه مدرب يتشتم بالاب والام وهو قاعد وما بيردش، ويوم ما مش عارف ما يسعى عشان بيتشتم باهله ويقوم يعمل كده يتكتب فيه مسكره عشان يمشي من هنا طنطا. هو انا جاي عشان اشتم اهلي؟ انا جاي عشان اتربى؟ واحد يقول لي انت ابن كذا وابن كذا وابن كذا وانا اعمل كذا فيك واخلي دي. طبعا شتام ما ينفعش واحد يقول. مين اللي كان قال الكلام؟ كابتن كابتن عجيب الله يرحمه. الله يرحمه. لا خلاص. ويوم جاي كابتن زورو تقول لي انت قالك ما ربكش وانت المفروض اعمل ايه انا بقى؟ عيل صغير بتشتم قدام اللعيبه واللعيبه كلها بتاعت فريق 16 سنه والماتش المصري عارف كده. الماتش غلط بتاع الماتش المصري اللعيبه كلها جت لي. انا عيطت انا من الظلم اللي كان انا الفرقه كلها جت لي. هي كده اللعيبه ما بتحبنيش يا كابتن رضا اللي انت كاتبه في التقرير واللعيبه تشتكي مني. يوم ماتش بني جدا من اللعيبه اتخانقت والكابتن ممدوح قضى عارف الحركه اللي انا عملتها ان انا جمعت اللعيبه وهديتهم ما بين الشوطين من غير ما اقول للكابتن ممدوح والناس رجعت الماتش وتعادلوا والحمد لله ربنا كرمنا وصعدنا. مشاكل كتير في الفرق وانا بتدخل مع اللعيبه عشان قريب من اللعيبه. انا عيبي الوحيد ان انا قريب من اللعيبه. الكابتن ده ان انا اللعيبه بتشتكي مني انا بلاش اي حد مسؤول بلاش اي حد مسؤول في النادي انه يسال على الكلام ده وعلى تقرير الكابتن. يبقى المدير الفني القطاع كاتب ان انا ما بفهمش حاجه وان انا ما ينفعش مدرب ومدير قطاع الناشئين كاتب ان انا مدرب ممتاز. يا محمد احنا عارفين هي حكايه. وبعدين هم مستقصدين بصراحه الكابتن عجيبه والكابتن زولو والكابتن اول الموسم لان انا كمدرب حراس مرمى المفروض ليا كوري وليا شغلي وليا وطلبت كذا مره اروح استاد طنطا انا اللي بجيب كوره. تروح للكابتن ابراهيم كابتن ابراهيم انا عايز كوره عشان انا طنطا ما بيدينيش كوره. حتى تمرين الاثنين طنطا المفروض هو بيتي وده اللي انا شغال فيه اروح عشان الاقي كور اروح الاقي الملعب الرئيسي يوم والمدرب الثاني واخد 3 ايام بيروح يعمل نفس تمرين واحد من غير ما اتكلم في الفنيات. انا بعمل شغل كتير بس مش لاقي كوره بضطر اشحت كوره. وانا مدرب في نادي طنطا اللي هو المفروض يعني اكبر نادي في الدلتا. انا حوار الكور دوت بس مش عايزك انت ترد في نقطه انا اللي اتكلم بس دي مسؤوليه حمدي موسى فكمل انت حوار الكور معلش يعني سيبني انا اضرب حوار الكور واضرب الشغل. طيب انا اتكلمت في نقطه ان انا واخد كور من الكابتن ابراهيم بتاع طبعا مصر طبعا ما بديها عشان انت شغال معاه وراجل محترم بصراحه يعني الراجل عمل معايا كل حاجه صح. وانا جزاء ان انا عملت حراس مرمى السنه دي الحمد لله. الكابتن ابراهيم مشالي كان بيشتكي من حراس المرمى عنه وبطلب شهاده الكابتن ابراهيم مشالي والكابتن سعد حافظ والكابتن هاني مشترك اميز خط عندهم والحمد لله حراس المرمى بعد ما كان الشكوى المستديمه من حراس المرمى. يبقى ده شكل ان انا كاتب فيها تقرير زي ده كابتن رضا في ربنا في عداله في حاجات كتير قوي الناس ناسياها وتايه عنها وفي ظلم في النادي يا استاذ فايز في ظلم في نادي طنطا وفي مصالح شخصيه النادي بيتدار من تحت مش عارف المصالح دي اهم حاجه اهم من الكفاءات واهم وعشان كده انا اسف ان انا اسف ان انا اتكلمت بس انا لان انا اتظلمت. انا اقسم بالله لو مشيت من غير التقرير اللي كتب فيه ده وعرفت ايه اللي كتب في التقرير اقسم بالله ما كنتش عرفت. انا طبعا بحب نادي طنطا انما انا هعرف اعزم ولا هعرف اروح الوطنيه ولا هعرف انا راجل ليا شغلي. ولا عربيه توصل ولا عربيه تجيب ولا الكلام ده. انا راجل بشتغل وبجتهد وبطلع حراس مرمى والناس كلها بتشهد الكفاءه يتكتب فيها تقرير ان ده الميزه الوحيده اللي بتختلف ما بينه وبين اي مدرب حراس مرمى. ده مظبوط. ده انا كنت بقف في التمرين قدام الكابتن ممدوح قدام الكابتن مشالي على 18 اقول له الكوره دي تبقى ايه بجيبها الكوره دي بالعرضه بجيبها. انا مقدر انفعالك انا اسف طبعا اذا كنت انفعلت بس ده عشان الظلم اللي وقع عليا والحمد لله الواحد برضه انا كل لعيبه نادي طنطا بحبها كل لعيبه طنطا بتحبني وبتتصل بيا. انا بقول الكل ما بقولش جزء
مفيش حد في طنطا في الجامعه بيجراني والناس كلها قريبه مني، حتى فرقه ال 21 اللي هي خلصت الدوري ده كلهم حبايبي وبيتصلوا بيا لغايه دلوقتي. الحمد لله انا بقالي سنه في نادي طنطا، الناس كلها بتحبني، ولو سالت اي حد عليا يقول لك محمد سليمان قريب من اللعيبه، معاملته كويسه، ممكن اكون اتنفست في ماتش وانطردت مش خايف على النادي، وانا ما اتطردتش اصلا. انا التقرير كتب فيا بفعل طبعا من الكابتن سباعي والكابتن زولت اللي هم متفقين عشان شكلي وحش في طنطا. انا اشتغلت فعلا بس الحاجه ما سمعنيش. هات حسام غالي ايه يعني مشابه حصلت ما بين لعيب ومدرب والمدرب حلها بعد كده معضله يعني. انا لو رئيس نادي وجالي تقرير من مدرب طنطا انا ممكن اشد شويه، ممكن اخصم منه، انما انا بشيل النادي. اصل حوار طرد مدرب. طب ما كابتن رضا طرد 4 ماتشات كابتن رضا عادي يعني. لا مش قصدي، احنا بنقول عادي عادي. مورينو احسن مدرب في العالم بقى في ماتشات ريال مدريد مطرود وقع في المدرجات. انت ما مشوش ليه؟ انا عارف انت قلت ايه، والناس كلها عرفت النقط اللي انت عايز تقولها، وانا بقدر انفعالك وربنا معاك ان شاء الله. والظلم يعني انا اسف طبعا ان انا اتكلمت وكنت منفعل، بس انا اقسم بالله انا بحب نادي طنطا جدا وعندي ولاء نادي طنطا جدا، بس المعامله اللي انا شفتها والطريقه اللي التقرير اللي كتب بيها في الاخر دوت هي نادي طنطا فيه ظلم كبير جدا 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 جدا، ويا ريت حد يتابع الكلام ده لان بجد حرام. انا كمدرب هو ده انا زعلت على المجهود اللي انا عملته. كابتن محمد يا كابتن، هو ده اللي احنا بنعمله على طنطا 300 اللي احنا عايزين نمشي الناس. انا زعلت على المجهود اللي انا عملته. بالتوفيق. في لعيبه كتير طبعا يا كابتن، معلش انا اسف يعني اخر حاجه برضه اتكلم فيها هي طبعا مش بتاعتي، بس انا عايز اتكلم فيها. في لعيبه كتير جدا تستحق انها تصعد فريق اول لكن ما صعدتش، مسؤوليه الكابتن رضا شامل، وانا مسؤول عن الكلام اللي انا بقوله. اقسم بالله اللعيبه بتصعد فريق اول بغلط شخصيه. كابتن انا كده خلاص، انا عملت كل اللي انا عايز، اتكلمت في كل اللي عايز اتكلم فيه، ويا ريت اي حد من الناس المحترمين اللي انا ذكرت اساميهم يراعي ربنا شويه. اخر كلمه، الكلام اللي انت قلته ده لو حصل مواجهه او جلسه مع مين؟ تحقيق في نادي طنطا تحت، انا يا رب حد من نادي طنطا الناس المسؤولين يسمع الكلام دوت. انا نفسي الكابتن محمد شوقي على الاقل يا ريت بص هو يقعد معايا ويقول لي، يسالني في التقارير اللي كتبت، يسالني في يعني. بس انا عايز له اخر نقطه اختم بيها. اتفضل. الكلام دوت هيوصل يا رب. تمام يا هيوصل. انا بتكلم عشان مش لاقي حد يشتكي له كابتن، مش عارف اوصل لحد. اسمعني بس، هيوصل. النقطه المهمه لو طلب منك في الجلسه انت تقول الكلام ده في تحقيق في نادي طنطا تقوله. اقسم بالله اقول وهبصم واختم واللي انتوا عايزينه من غير ما انت تقول. يا كابتن محمد كنت عايز اقول حاجه. معلش انا اسف في الدوره السنيه الحمد لله. انا اصل انا زعلان ان انا مكتوب عليا في التقرير اثناء الدوره السنيه احنا كنا بناخد لقاء مقامه في استاد طنطا، وعلى مرأة نسمع من جميع مدربين نادي طنطا اللي دخلوا الدار، كابتن جمال درويش، كابتن ممدوح عوض، كابتن عادل الخطيب، الناس كلها كانت موجوده الحمد لله، ومدربين طبعا الكويس. ميت الدكتور مفتي ابراهيم الراجل طبعا من علامات المميزه كره القدم، ويجي وقت التمرين العملي اللي انا شغاله ويقول يا جماعه على مسؤوليه الشخصيه الراجل ده مش هيستنى في مصر. يا كابتن انت بتدرب فين؟ قلت له في طنطا. قال لي انت مش هتستنى في مصر. ده راجل طبعا محترم. ما يجي الكابتن احمد سليمان مدرب منتخب مصر يغلط او هو بيقول يعني الموقف اللي حصل بالظبط لازم احكيه يعني. كابتن احمد سليمان بيقول يا جماعه حراس المرمى اهم حاجه التراي واهم حاجه الاستريتش ومفيش حاجه اسمها خطوات والكلام ده. طبعا الدكتور كابتن معترض، انا الوحيد الحمد لله يعني. قال لي لا تكلمني في الاخر. خلص تمرين بيقول لي انت كنت معترض عليه. قلت له يا كابتن اهم حاجه طبعا الخطوات والكلام ده. قال لي طب ازاي يعني؟ قلت له يا كابتن انا استعين بجزء من حضرتك بس. كابتن عصام الحضري الكره طلع مشاطه بالشوط يلا وبيطلع الكوره. كابتن عبد الواحد السيد مع احترامي لغايه دلوقتي الكره طلع مشاطه من نص الملعب ويعمل الطراي من مكانه من غير ما ياخد خطوه، عشان كده الكره بتخش. فده الفرق ما بين الخطوه والطراي او الجامب اللي من مكانه. قال لك ايه؟ قام جاي كابتن احمد سليمان قال يا جماعه عايز اتكلم في نقطتين، نقطه كويسه ونقطه وحشه. النقطه كويسه قدام الناس كلها وقالها ان في مدرب حراس مرمى فاهم واتكلم ورد عليا في الغلطه اللي انا تعمدت ان انا اخطأ. والنقطة الوحشة ان يبقى اصغر واحد هو اللي فاهم هو اللي بيتكلم قدام الكابتن ممدوح قطب قدام الناس كلها وشكر فيا. يعني هي الناس دي ما بتفهمش، وعندنا ناس مدربين كورة في نادي طنطا مش مدربين حراس مرمى، هم اللي بيفهموا هم اللي بيكتبوا تقارير. فانا الحمد لله الراجل المدرب بتاعنا الراجل المشرف بتاع الامتحانات لما يجي يقول لي بعد امتحان حراس المرمى لا عملت يقول لي طبعا هو كان بيتكلم فرنساوي كابتن شوقي عبد الشافي هو اللي كان بيترجم، فبقول لي شافني في الفرق اتكلم يعني، فبقول لي مجمل الكلام بيقول لي لو في حد يستحق امتياز في الدوره ديت يبقى انت الوحيد اللي ممكن اديله امتياز. الحمد لله هو راجل لا يعرفني ولا يعرف انا شغال ايه ولا شغال فين. الحمد لله انا بس بقول انا عشان انا صبر بجد نفذ
انا طبعا حسب الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني، والحمد لله على قد كده، وانا مش عايز اشتغل في طنطا. انا بس كل اللي انا عايزه ان انا يترفع من عني الظلم، والتقرير اللي اتكتب غلط فيا دوت الناس تحقق فيه، عشان بعد كده يبقى في مدربين كتير قوي هتتظلم لو تتسكت فيها، في ناس كتير قوي هتتظلم. كله هيخلص الدنيا كلها، وربنا يكرم ويقدم الخير، ودايما ربنا يتنطق بتقدم، بس بيتهيألي بعيد عن الناس ديت او